السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في مشاكل اسنان وامراض اسنان وتشخيصها وعلاجها واسبابها، وكل يوم بنتكلم في موضوع جديد. هنتكلم النهاردة في موضوع وهو طقطقة الفكين. ساعات بتحس ان في ناس كده بتحس في طقطقة كده في الفك بتاعها، تيجي تفتح كده تحس ايه؟ في صوت حاجة كده، ايه زي ما كنت طرقعت كده في الفك بتاعها. ده بنسميه عندنا في طب السنان كليكنج، حاجة صوت كده، بنسمع صوت زي النقر. صوت النقر ده بيكون مصحوب احيانا عند الناس بألم في الغالب. طيب اكتر ان ايه سببه اصلا؟ في الاول نتكلم عن اسبابه. اسبابه بيكون اصلا في اختلال في عمل المفاصل اللي بتربط ما بين عظام الجمجمة وعظام الفكين. طبعا ادي عظام الفكين وادي عظام الجمجمة عندي. المفاصل اللي رابطه هنا اللي احنا بنسميها تي ام جي، دي اللي بتكون رابطه المفصلين مع بعض، بتحصل فيها خلل في المفاصل دي، في الغضاريف بتاعتها، في حاجه زي كده. او خلل بيكون في عضلات الفكين، العضلات اللي هنا بنسميها زي اللي هي الميديال تيروجويد، والحاجات دي كلها حاجات احنا عارفينها كدكاتره في طب السنان. العضلات دي الموجوده هنا بيحصل ساعات فيها خلل، بيحصل فيها ساعات تيبس، حاجات دي كلها بتكون اسباب اللي هي بتديني الصوت الطرقعه ده. ساعات برضو بيكون واحد وقع وقعه جامده، مثلا عمل حادثه اتخبط خبطه جامده. بتكون الحاجات دي طبعا كلها بيعرفها الدكتور لما بيجي ايه، يكشف على عينه ويساله اسئله في العياده. طيب اكتر ناس عرضة في الرجال والستات من سن كام لكام؟ من سن 30 ل 50 سنة، هو اكتر سن بنلاقي فيه الحالات دي كتير. طيب انا مش عايز اوجع دماغكم بتفاصيل كتير، المواضيع دي طبعا بتحتاج شرح كتير وكده، انا عايز النبذة اللي تفيد المشاهد اللي بيشوفني دلوقتي. طب طرق العلاج عشان تاخدوا خلفية عنها، طرق العلاج بتاع طقطقة الفكين بتكون ازاي؟ اول حاجة في علاجات منزلية واحتياطات اخرى، هم اربع حاجات هنقولهم وهندي مثال على كل واحدة بس عشان الفيديو ما يطولش. العلاجات المنزليه والاحتياطات الاخرى بتروح عند الدكتور بعد ما بيشخصك، لو في اشعه بيعملها لك، لو عايز تتاكد من حاجه بيعمل لك مثلا اشعه رنين مغناطيسي او اشعه عاديه او كده. الاحتياطات المنزليه اللي بيديها لك زي بيقول لك حط كمادات بارده مثلا، او حط او كل مثلا اطعمه طريه، اطعمه لينه، قطع الطعام، في حاجات كتير بس عشان ما نطولش الوقت. دي اول حاجه اللي هي العلاجات المنزليه والاحتياطات الاخرى. تاني حاجه الادويه. الادويه زي مضادات الالتهابات الغير ستيرويديه، وطبعا دي مش هنتكلم فيها عشان ايه، يعني ما ندخلش في تفاصيل جامده مش هتفيدكم جامد. دي تاني حاجه. تالت حاجه الطب البديل. الطب البديل بيستخدموا فيه حاجات زي اللي عارف العلاج الصيني اللي هو يقول لك الوغز بالابر، ده طبعا بتبقى في ناس متخصصه في الحاجات دي هي اللي بتعمله. ده بيستخدم كنوع من انواع العلاج في طرقعه الفكين ده، لان في ناس المواضيع دي بتضايقها جدا، فحابه تاخد فكره عن الكلام ده. دي كانت تالت حاجه. رابع حاجة والأخيرة طرق علاجية أخرى بيستخدمها الدكتور، زي إن هو بيعالج بالراديو مثلا، بيعالج بالموجات الفوق صوتية. كل ده طبعا بيتم طبعا بتفاصيل دقيقة وبناء على حاجات معينة وكده. يبقى زي ما قلنا بيعالج بالموجات الفوق صوتية والراديو، يا إما بعد كده بيشوف في مشاكل تانية بيعالجها لو في تقويم. ساعات ممكن تكون عدم ترتيب السنان، سنان معوجة، سنان مش عارف طالعة قبل سنان، أي حاجة تبع مشاكل التقويم بتتصلح الاول، لان ممكن تكون هي اللي عامله الكلام ده، وبعد كده ممكن جراحه. في ساعات بستخدم الجراحه عشان برضو اعالج المشكله دي. ده باختصار بسيط جدا للاربع طرق اللي احنا بنعالج بيهم طاقه الفكين. بس انت افضل حاجه لو عندك الطرقعه لازم تروح تستشير طبيب فورا، ما تقعدش تدخل نفسك في تفاصيل كتير. انا مديك طرق العلاج عشان تكون عندك خلفيه. اشوفكم الحلقه الجايه.